كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل بقى الكحك اللي يجنن ده. طعمه تحفة على طريقة الست الحاجة بقى. تعالوا اقول لكم طريقتها. طالع ناعم ودايب، مش عايزة اقول لكم يا جماعة طعمه ولا ريحته تجنن. تعالوا افكركم بالمقادير. معلقة كبيرة من الخميرة، هنحط عليها بقى معلقتين كبار سكر، وهندوبهم بحبة مية كده دافيين، وهنسيبهم لغاية لما يفوروا مع بعض. بعد كده هننزل بمقادير كيلو دقيق، وعليها ربع كوباية سمسم، وعليها معلقة صغيرة بيكنج باودر وذرة الملح. ودي بقى نص كيلو سمنة، يعني لو هتعايري بالكوباية المعيارية كوبايتين من الكوباية المعيارية. لو عايزاه ناعم هنزود معلقتين كبار سمنة كمان، وهنقعد نقلب كده بس بحاجة خشب الأول عشان السمنة بتبقى سخنة. وهنبس كده زي العجينة، نقعد ندعكها جامد كده بإيدينا عشان يطلع ناعم معانا. هنا بقى الخميرة فارت، هنحطها على العجينة بعد كده لغاية لما تكوري العجينة كده وتلاقيها زي ما في ايد ماما كده. بصوا ناعمة حلوة ازاي كده خلاص. نبدأ نشكل بقى الكحك ان شاء الله. هنا كارما بقى كانت بتساعدنا. بصوا شاطرة ازاي، وكانت بتعمل الكحك معانا. طالع بصوا السمك بتاعه ولا شكله ولا طعمه يا جماعة تحفة. عايزة اقول لكم بقى تخلوا بالكم من السوا بتاعه، يعني مش عايزة على النار عالية ولا واطية قوي عشان يستوي جوه ويطلع لون واحد زي ما انتوا شايفين كده. شكله وريحته تجنن، ولا الفرحة اللي بتبقى موجودة في البيت واحنا كلنا بنساعد بعض. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة